يا جماعة هي الست المفروض تاخد بالها من العيال وصحتهم وأكلهم وشربهم ونظافتهم ولبسهم ومذاكرتهم وامتحاناتهم وتمارينهم وأنشطتهم ومشاورهم وفسحهم ونفسيتهم وتربيتهم. 15 نقطة صح؟ ولا تاخد بالها بقى من الجانب التاني، تاخد بالها بقى من جوزها واكل بيتها وشربه وهدومه ودلعها واهتمامها بيه وتراعيه وتسمعه وتطبطب عليه وتهون عليه تعب الشغل. ولا في المرحله الثالثه تاخد بالها من البيت ونظافته وترتيبه واحتياجاته وتوفيره وغسيله ومواعينه. ولا المرحله الرابعه تاخد بالها من امها واخواتها واهلها واهل جوزها واجتماعيات وتسال عليهم وتودهم وتهني فلان وتعزي فلان. ولا تاخد بالها من اصحابها وتكلمهم وتسال عليهم وتحل مشاكلهم وتخرج ويتقابلوا ويتفسحوا وتعيش حياتها. ولا تاخد بالها من نفسها وصحتها وعلاقتها بربنا وبشرتها واكلها ودواها والاسبريسو بتاعها ونفسيتها وجسمها وتلعب رياضه ولا تريح ولا تنام ولا تشوف يعني اعصابها هاديه ولا تشتغل شغلانه مفيده تنفعها وتنفع المجتمع ولا الناس. ولا تاخد بعضها ولا تاخد بعضها وتتوكل على الله وتهج وتهرب منهم. طيب خليني اشرح لكم الحل. انتوا عارفين الكلمه في ايه والحل في ايه عشان بس نبقى يعني ماشيين صح. الحل في عجاله وببساطه شديده. ترتيب فقه الاولويات. دي دوره كبيره جدا هحاول اختصرها لكم تاني. ترتيب فقه الاولويات يعني ايه؟ الاولى فالاولى فالاولى. طب انا اقسم الاولى فالاولى على حسب ايه؟ واجب الوقت، احتياجات. ده له شرح كتير كتير كتير، تاخد بره في دورات ومحاضرات تفاعليه بيبقى افضل من ان احنا نقوله كده، بس ممكن نبقى نختصر في الايام الجايه. لكن فين ورقتك وقلمك؟ فين ان انا نايمه على افضل العزائم وقبل ما انام او الفجر وانا صاحيه انا بكتب مهام اليوم والليله؟ فين الكلام ده؟ فين ان انا عندي مستهدف شهري على نفسي بشتغل على نفسي؟ هروح مثلا الحمام المغربي ومش عارفه اعمل اسبوع وهعمل كذا وهعمل كذا، ادي الجزء اللي خاص بنفسك. او مثلا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع الخروجه مع الصحاب وهنطلع نشرب النسكافيه وبتاع ونرجعوا. او الجزء اللي خاص بالاولاد والبيت والانشطه الاسبوعيه. وكمان ايه؟ وكمان المشاركه. ما هو جواز يعني مشاركه، يعني مش انت اللي شايله الليله لوحدك. فين الاب؟ والاب فين وانت رايح يا ابن الحلال علشان خاطر انك انت تساعدها وتاخد بعض المهام للتوصيل او تسال عليهم او للنادي او للنشاط او للمدرس؟ فين؟ ورقه وقلم يا قطه، ورقه وقلم تكتبي من الساعه كذا للساعه كذا انا في المطبخ، من الساعه كذا للساعه كذا، كمان نص ساعه انا هبقى في اوضه الاولاد، وانا في المطبخ لا حول ولا قوه الا بالله، وانا في اوضه الاولاد انا لله وانا اليه راجعون. نعمل كده واستغفر الله. يبقى انا بعمل حاجه اسمها ايه؟ دبل تايم. ده انا ممكن اعملها تريبل كمان لو انا مشغله حاجه اسمعها وبعدين بردد معاها ادي كده فيدباك للمحاضره اللي انا بسمعها وبعدين بشتغل بايدي. ممكن اعملها دبل لو هي ذكر عشان حضور القلب مع اللسان، او بسمع الحصري مكرر مثلا وبعدين بكرر معاه، يبقى انا براجع وبحفظ وانا في قلب شغل البيت. فين الورقه والقلم؟ واكتب من 8 ل 8 ونص، من بعد الفجر لكذا ادي الفطار ودي مش عارفه ايه وصلاه الفجر ودي الاذكار وتصحيه العيال ودي كذا والسنيكس الخفيف بعد الفجر وكذا والسندوتشات ويلا خلاص مشوا من 8 من ساعه ما يمشوا ل 8 ونص انا المفروض عندي غرفه الاولاد، تفتيح الشقه، الشمس، التوضيبات. الحاجات دي اساسيه لو انت ست بيوت. ولو بتشتغلي يلا التفريز اللي شغال. انا اعرف ستات بيوت وبيفرزوا وتفرز تقول لك الحاجه بفرزها على 7 ايام او على 10 ايام، يبقى انا عندي 3 ايام في الاسبوع هم بس دول اللي انا بتشغل بيهم في التسويق او ان انا بجيب حاجات البازار او هكذا. والوقت الباقي لها ولبيتها ولعيالها. خلصتي بتقول لك هم ساعتين والله الايه، وباخد كل يوم حاجه في الشقه، كل يوم حاجه، يا الدولاب لان ده معيز له يوم يا ضرفه من الدولاب، يعني مش الدولاب ده لا صعب، ضرفه يعني ضلفه واحده من الدولاب وبعدين اشتغل عليه. لكن هي كاتبه المهام. لكن انا عارفه، ما انا عارفه عندي بكره كذا، خدتها العصافير وطارت. انسي